بس الملفت في هذه، وهذه قد تكون من خصائص القرآن، أن القرآن بالنسبة لمثل من يتعامل معه يعطي لكل على حسب نيته وغايته، فيعطي أثرين متضادين في وقت واحد. الذي يقرأ القرآن ولا يريد التعلم منه ولا يريد الاهتداء منه به يطبع على قلبه ولا يهديه سبيلا. أما الذي يقرأه لأجل التعلم منه والاستنارة به يعطيه الغاية والمطلوب الذي يريده. وهذا من خصائص القرآن، أن آية واحدة تعطي أثرين متضادين في وقت واحد لجماعتين، كل بحسب نيته وبحسب قصده. ولعل هذا واحد من أسرار وصف القرآن بأنه كريم، أي لا يحرم أحدا طلب منه شيئا. الذي يطلب الهداية يهديه، والذي يطلب الضلالة يضله، يتركه لضلالته، يطبع على قلبه.